عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انا عايز اسالك سؤال. انت ايه الحاجه اللي انت حسيتي بيها وعملت لك ازمه في حياتك؟ تمام، فقررت انك تعملي عمليه تصغير ثدي. يعني ايه الشكوى اللي تعبتك قوي لدرجه انك خليتك تدخلي عمليات وتقولي لا انا خلاص هعمل عمليه تصغير ثدي؟ والله أنا بقالي فترة أصلا نفسيا تعبانة كده، خروجات لبس. اه. وده الفترة الأخرانية دي وجع لي ظهري من ورا كده، ظهرك؟ ظهر. أيوه. بتحس ان في حمل كبير أيوه. موجود على أيوه. صدرك قدام؟ أيوه. طيب احنا في العمليه دي ان شاء الله بنبدا ان احنا نعمل تشكيل كامل للثدي تاني. يعني مش مجرد ان احنا هنصغر حجم الثدي بس، لا احنا كمان هنبدا نشكل الثدي تاني من اول وجديد. يعني الحلمات والهالات هنبدا نطلعها في نص الثدي تاني. هنبدا نشكل الثدي تاني. هنشيل الترهلات اللي موجوده كلها علشان نحافظ كمان على الشكل التجميلي بتاع الثدي. وده هيخلينا نفقد كميه كبيره من الثدي، فبالتالي يقلل الحمل اللي موجود على رقبتنا وعلى كتافنا ويخلي نفسيتك احسن. انت ليه متوتره؟ يعني شوية. خايفه؟ أيوه. لا ما تخافيش، ان شاء الله تقومي بالسلامه، وان شاء الله النتيجه تبقى كويسه وتعجبك وتبقى كل حاجه تمام وحياتك تبقى احسن من الاول بكتير قوي. ان شاء الله ان شاء الله.